السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو. دلوقتي رجعت تاني لليوتيوب بعد ما غبت غياب كبير. قلت ارجع لكم تاني وانا وارجع انزل فيديوهات، وان شاء الله هحاول استمر في نزول الفيديوهات يعني. طبعا قناة التليجرام بتاعتي اتحظرت. الناس اللي هي كانت معانا على التليجرام عارفة الحوار ده، فلو جيت دخلت على قناة التليجرام هتلاقي ان هي محظورة. فحاليا انا بكلم الدعم وبشوف هينفع ترجع ولا لا. دلوقتي لو انت جديد في القناة ومش عامل اشتراك، يعني زرار الاشتراك يعني هي ضغطة واحدة كده مش هتخسرك اي حاجة، هتدوس عليه وتعمل لنا لايك عشان نستمر. تمام. طبعا الشرح النهاردة للناس اللي معاها ايفون وحابة تغير الويدجت بتاع لوحة الإشعارات اللي هي بالشكل ده كده. طبعا تقدر تحط اسمك بقى، تقدر تحط أي حاجة أنت عاوزها، تقدر تضيف مثلا زرار زي ده يوديك لأي ابلكيشن أنت عايزه. تقدر تضيف زرار بصوت زي ما أنت شايف كده الزرار ده. تمام. تقدر تضيف كمان عداد هنا كده، يعد لحد رقم معين ويرجع يتصفر تاني زي نظام سبحة. تقدر تعمل حاجات كتيرة. تمام. ازاي انا عملت الويدجت ديت؟ يلا بينا نشوف ازاي عملناه. اول حاجة هنروح على الاب ستور. تمام. بعد كده هنكتب في السيرش هنا اي سكرين. تمام. وهتبتدي تحمل البرنامج اللي هو اي سكرين ويدجت سيمز. تمام. بعد ما تحمله وتروح جاي فاتحه. انا هنا محتاج يتعمل له ابديت، مفيش مشكله هعمل معاك ابديت. هو البرنامج اصلا صغير زي ما انت شايف كده. تمام. طبعا البرنامج ده بتقدر تعدل منه كل حاجه، عايز تعمل منه نوتش، عايز تعمل منه كل حاجه، تقدر تعدل فيه كل حاجه. بعد ما بنفتح البرنامج بيفتح لك بالواجهه اللي هتيجي قدامك ديت. طبعا هو هنا كده بيحمل، بعد كده ممكن يظهر لك اعلان، فخلينا نسكيب الاعلان. تمام. بعد ما عملت سكيب للاعلان هيظهر معاك الواجهه ديت. كل اللي عليك هتيجي هنا كده هتلاقي في حاجه اسمها كنترول سنتر اللي هي موجوده هنا ديت، وديت عموما الاي او اس 18 بس. تمام. فلازم تكون محدث لاي او اس 18. هتدوس عليها كده، وبعد كده هتبتدي تنزل تحت كده وتشوف كل الويدجتس اللي انت عايزها. طيب انت بالنسبه لك هتلاقي ان الويدجت اللي هنا مكتوبه كلمه لاف، هتيجي تغيرها. عايز تغيرها تيجي تغيرها مثلا، وليكن نغير حرف الام اللي هو عندك هيكون حرف ال، وهتروح جاي هنا كده هتلاقي عندك هنا الايكون. تمام. وتدوس قصادها كده الحرف ال اللي هيبقى موجود عندك هتدوس عليه. تمام. وهتنزل تحت كده وتبتدي تختار الحرف اللي انت عايزه. فانا مثلا هنا اختار وليكن مثلا حرف الاي. تمام. وبعد كده هرجع. هتلاقي عندي بعد كده قال لك لما تدوس على الزرار عايز الايكون اللي تظهر لك ايه، فانا هخليها مثلا ام دلوقتي. واهم حاجه ما تنساش اي حركه تعملها تدوس على زرار السيف. تمام. انا كده عملت سيف والحرف الاي. طيب تعالوا نشوف كده لوحة الاشعارات. ادي حرف الاي، لو دوست عليه بقى حرف الام. تمام. بس انا بالنسبه لي مش عايز الحروف تتغير، فهرجع دي حرف الام تاني. طبعا في اشكال الحروف زي ما انت شايف كده اهيت، وفي اشكال تاني تحت اهيت، وفي اشكال كمان، فانت بتختار الشكل اللي يناسبك. طيب انا بعد كده ممكن اغير اللون، يعني ممكن اغير اللون بس. ممكن تغير اللون بس. تيجي هنا كده قال لك مثلا ايه، انا عايز لما يدوس عليه يتحول لاصفر، وبعد كده لما يدوس هنا الايقونه دي تبقى احمر. تمام. تعال نجرب كده. بقت اصفر، دوست عليها اتحولت احمر. تمام. فخلينا نرجع ديت زي ما كانت اهيت عشان انا مش عايزهم الاتنين باللون الاحمر. وهكذا بقى مع الحروف الباقيه بتكتب الكلمه اللي انت عايزها. طيب انا دلوقتي عملت الحروف، عايز اعمل حاجات تانية او عايز اضيفهم للوحة الاشعارات. خليني بقى اعمل لوحة اشعارات جديدة كده عشان ما يبوظش اللوحة اللي انا عاملها. باجي هنا كده واعمل اد كنترول اللي تحت ديت، وبعد كده بختار، بنزل لتحت كده لحد ما الاقي الويدجت بتاع اي سكرين، وبعد كده ببتدي اختار الحروف اللي انا عملتها. فهاجي كده اروح دايس عليها هتلاقيه اتضاف معاك. طبعا تقدر تكبر وتصغر زي ما انت عاوز، بس انا هنا محجمها. تمام. اهي ادي حرف الام، تقدر تحطه بقى زي ما انت عاوز وتحط الويدجتس اللي انت عايزها. تمام. كده حطيت حرف الام. خلينا بقى نرجع كده مثلا. عايزين نضيف حرف الاي وحرف الدي او الكلمه اللي انت عايزها. انا هنا بالنسبه لي انا بكتب كلمه ميدو. طبعا انت هنا بتقول لي ان الايقونه دي مش راضيه تكبر. هقول لك لو انت عايز تكبرها بتيجي هنا كده بتختار الايقونه بتخليها اما بالشكل ده، اما بالشكل ده، اما بالشكل ده. تمام. زي ما انت عاوز. طيب انا دلوقتي مثلا ضفت الحروف كلها وظبطت الحروف، عايز اعمل ايقونه عباره عن لانشر.
بتيجي هنا عند الشورت كات هتلاقي فيه لانشر 1 ولانشر 2 ولانشر 3 ولانشر 4 لحد لانشر 8. اي زرار من الزراير ديت بتعمله بتختار الشكل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت بتخليه تقدر تخليه يفتح اي تطبيق انت عايزه. يعني وليكن مثلا هحط مثلا لانشر 2 ده مثلا هختاره واروح جاي كده جنب اب واخليه مثلا يفتح لي تطبيق وليكن اليوتيوب. اجي هنا كده اكتب يوتيوب اهو، تمام. واقدر طبعا اكتب الكلمه اللي انا عايزها هنا، وليكن مثلا ايه، خلينا مثلا هكتب يوتي، وبعد كده اعمل دن واعمل سيف. هاجي هنا كده اروح جاي ضايف هنا كده في الويدجت اللانشر اللي انا ضفته، كان اللانشر اللي اخترته كان اسمه لانشر 2، تمام. فانت هتنزل تحت كده هتدور على لانشر 2 هتلاقيه اهو، تمام. ده كده لانشر 2 اهو، هتدوس عليه هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده، وزي ما انت شايف كده ظاهر بالشكل المتحرك، ولو دوست عليه هيفتح معاك اليوتيوب، تمام. هنا بيقول لك الايس سكرين عايز يفتح اليوتيوب، فانا طبعا ايه مش عايز، خلاص مش محتاج ان انا افتحه، تمام. اوكي، ده كده كان بالنسبه للانشرات، لجميع اللانشرات. طبعا انت ممكن لو عايز تغير الصوره اللي بتتغير اللي بتلف ديت تقدر تغيرها عادي عن طريق ان انت تدوس هنا على الايكون برضو وتختار الايكون اللي انت عايزها، وهتلاقي الايكونز متحركه معاك، تمام. طيب دي كده كان بالنسبه لللانشر، تقدر تحط كذا لانشر بقى زي ما انت عاوز. طيب ايه الحاجه التانية؟ الحاجه التانية ان انت في عندك زراير هنا مع الكلمات ديت اسمها فويس توجل، تمام. عندك كاستم 1 وكاستم 2 وكاستم 3 وكاستم 4 لحد كاستم 8. طبعا احنا من 5 ل8 عملناهم حروف. كاستم 1 و2 تقدر تخليهم صوت، يعني لو دوست عليها مثلا كده واخترت الايكونز اللي انت عايزها، وهتيجي تحت كده هتلاقي في عندك فويس، تمام. الفويس ده هو محطوط، لو عايز تعمل له تشينج بتدوس على تشينج وبتبتدي تحط ال الفويس اللي انت عايزه، تمام. لو انت عايز تحط فويس بنفسك، عايز تحط حاجه بنفسك، تبتدي تختاره من هنا، تمام. هو بيبقى فيه ديفولت طبعا فويس، تمام. بيبقى الديفولت فويس اللي موجود عادي، انت بتختار برضو ايه، لو انت عاوز الايكونز نفسها بتحط لك الفويس بتاعها، تمام. فانا بالنسبه لي مش محتاج اعدلها. حلو. طيب انا كده قلت ديت وقلت ديت، فاضل النقطه اللي هي بتاع ايه، اللي هي العداد. عايز تحط عداد بتعمل ايه؟ بتروح نازل تحت خالص كده هتلاقي عندك التشيك ان، هنا كده في التشيك ان هتلاقي فيه كذا نوع كاونتر زي ما انت عاوز، هتلاقي فيه بالشكل ده وفيه بالشكل اللايك وفيه بالشكل ده وفيه بالشكل ده. خلينا مثلا نجرب شكل اللايكس ده ونخش عليه ونختار مثلا، ممكن تغير برضو الايكون لو انت عاوز، وممكن تغير الاسم لو انت عايز تخليه اي حاجه بقى، تكتب استغفر الله، تكتب صلي على النبي، اي حاجه من الحاجات ديت، تمام. وتيجي هنا كده تقول له يا باشا انا عايزه بعد كام رقم يعمل فورميت، فهنا بتقول له انت بعد 9000 يعيد من اول وجديد. فانا ممكن اخليه مثلا لحد 50 بقى، لحد 100 زي ما انت عاوز. عايز الصوت تعمل له صوت اللي هو زرار كل ما تدوس يعمل صوت معاك، تختار الصوت اللي انت عايزه من هنا، تمام. آه اوكي. هنا التارجت نمبر اللي هتوصل له، اخر رقم انت هتوصل له، تمام. خلينا نقفلها مش محتاجها، وبعد كده نعمل سيف. وهنيجي كده في الكنترول بانل هنروح جايين ضايفين زرار العداد، تمام. كان اسمه لانشر كام، او كان اسمه ايه اهو، كان اسمه كاونتر 4. زي ما انت شايف كده هتلاقيه متضاف عندك بالشكل اللي هو ده. طب انا مش عايزه بالشكل ده، لا انا عايزه بالشكل اللي انت عامله. هتروح جاي سحبه كده هتلاقيه ظهر بالشكل ده. طبعا تقدر تضيف بقى الويدجت اللي انت عايزها بقى، سواء كنت عايز بقى الويدجت بتاع الميوزك بقى تحطها فوق وتعمل نفس الويدجت اللي انا عاملها، او تعمل اي ويدجت تانية زي ما انت حابب، مفيش اي مشكله. يعني مثلا تيجي هنا كده تاخد ده اهو، وتروح جاي مثلا ساحب ديت كده اهو، وتبتدي تظبط الويدجت اللي انت عايزها. بس انا بالنسبه لي دي الويدجت اللي انا استمريت عليها، ودي كانت تعتبر الويدجت اللي عجباني، فانا مش محتاج ديت فهمسحها دلوقتي، تمام. كده اعتقد ان انا شرحت كل حاجه في خاصه بالويدجت. طبعا لو محتاجين كمال الشرح للابليكيشن نفسه ممكن انزل لكم كماله ليه، عن طريق اللي انت بقى عايز تعمل الدايناميك ايلاند، عايز تعمل تمبلتس، عايز تعمل اي حاجه تانية. لو عايزين انزل لكم ليه شرح هنزل لكم، مفيش اي مشكله. تمام. كده انا خلصت. لو انت وصلت معايا لنهايه الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو عشان نستمر.
والسلام عليكم.